انا بس هي الفكره كلها ازاي مثلا وجبه الفطار عشان وقت البرنامج يكون وجبه تديكي احساس بالشبع السريع. طبعا مفيش شك ان الواحد بيكون صايم يا دعاء مستوى السكر بيقل في الدم، فوقت الفطار بيبقى جعان فعلا نتيجه هبوط مستوى السكر في الدم، فبينشط مركز الجوع. فاحنا عايزين بس ان نمسك الايتمز اللي تدي احساس بالشبع سريع معايا، بحيث ان ما يقعدش ياكل من الفطار لحد السحور. تمام، ويكون هضمها ايه سهل، وتدي فتره طويله للايه احساس بالشبع. فمن الحاجات يعني اللطيفه قوي فعلا التمر كسنه طبعا. 3 تمرات معايا يعني ممكن نبتدي بيهم الله اكبر 3 تمرات حتى قبل ما يبتدي يصلي الايه المغرب، شويه مع شويه لبن او على ميه. تمام، وانس ان التمر بالمكونات السكر اللي فيه بيمتص بسرعه، طبعا بالمكونات الفيتامينات اللي موجوده فيه، وفي نسبه حديد وبوتاسيوم والكلام ده، قيمه غذائيه معايا. وممكن بعد اسمه ده صلاه المغرب يبتدي حاجه دافيه. انا الفكره برضو في اثناء فتره الصيام بيبقى المعده في حاله كسل، مفيش عصاره هضميه بتطلع، عصاره هي المعديه. فمش لازم ناخد كميات اكل، وده طبعا اي دكتور هيقول الكلام دوت، ان مش عايز كميات اكل يكون فيها نسبه دسامه عاليه جدا وسعراتها تكون عاليه. فنبتدي بالثلاث تمرات صلاه المغرب معايا، ممكن نبتدي بحاجه دافيه طبعا شوربه لطيف جدا، حاجه دافيه تنشط العصاره المعديه انها تبتدي تطلع بهدوء كده. وبعد شويه كده نبتدي ناخد الحاجات بقى الخفيفه من ناحيه شويه البروتين مع طبق السلطه. والحاجه اللي انا مشكله قوي بتقابل الصايم معايا هي النشويات اللي بتسبب نوع من انواع التخمه، اللي هو طبق الرز بسم الله ما شاء الله قد كده، او الكربوهيدرات زي العيش او البطاطس مسموح بيه بس كميه معقوله. لو مش عايز يحس بنوع من انواع الكسل او التخمه او عسر الهضم، خصوصا في وجبه الفطار، لان فعلا طبعا احنا لما نيجي ناكل الفطار ما بنعرفش نتحرك بعد وجبه الفطار. ما يزودش الكربوهيدرات، يعني ممكن يركز اكتر اللي هو ال3 تمرات زي قلنا، بعد كده طبق الشوربه، شويه سلطه معقولين، حته البروتين زي الفراخ والسمك. وطبعا الفراخ والسمك هضمهم اسهل من اللحوم طبعا. لو انا بتكلم علميا يعني تمام، مع نسبه كربوهيدرات تكون معقوله. تمام، يعني ياكل الرز والمكرونه والبشاميل وكل الكلام ده طبعا، ما انا عايز ارفع مستوى السكر بس كميه معقوله.